المال موجود حوالينا ومحاوطنا في كل اتجاه. الرزق موجود في كل حاجة. المشكلة مش في قلته، المشكلة ان في ناس كتير ماشية بالطريقة الصح اللي بتجيبوا بيها، وناس تانية ماشية بالطريقة الغلط. عايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا، والله العظيم من اهم اسرار المال والرزق ان في ناس رزقها بيتفتح مع الحركة، وفي ناس تانية مع الهدوء، وناس تالتة مع الجراءة وانها تقدر تتكلم، وناس تالتة خالص انها تبطل ترضي الناس. الطريقة اللي ربنا كاتب له بيها الرزق كل واحد فينا مختلفة عن التاني. كل واحد ليه بصمة، زي بصمة الايد، زي بصمة العين. احنا في تاريخ ميلادنا والساعة بتاعت الميلاد بتاعتنا في بصمتنا. لما تفهمي بصمتك وتبطلي تشتغلي ضد نفسك، والله العظيم رزقك هيجيلك من كل اتجاه. وفي رمضان البركة بتعلى، بس لازم استقبالك يكون اعلى. عشان كده أنا متكلمة في بوابة كاملة في كورس نشوة النور الرحلة الأربعينية عن بصمتك من تاريخ ميلادك. بس ده بعمله إمتى؟ في آخر البوابات، بعد ما أكون اشتغلت على الجسد وتنظيفه والمشاعر والعقل، ووصلنا لأعلى درجات تطهير. توصلوا في الآخر إنك بتعرفي الطريقة اللي تكسبي بيها الفلوس والرزق والمال. لو أنت حابة تكوني معانا في الرحلة الأربعينية اللي هتكون من نص شعبان لحد رمضان كله، اكتبي في التعليقات كلمة نشوة النور الرحلة الأربعينية، وهيتواصل معاكي حد من الفريق عندي يشرح لك الخطة كاملة.